حد يصدق ان الوصفة القمر دي ما كلفتنيش غير 10 جنيه؟ طب والله هي 10 جنيه، مفيش غيرها، لا فوقيها ولا تحتيها. ده نص كيلو دقيق ومعلقة خميرة، مفيش فوقيها ولا تحتيها ولا أي حاجة، ولا حليب ولا بيض ولا ولا أي حاجة خالص. حاجة كده بسيطة جدا، ب10 جنيه بس يا بنات. اجري بسرعة، هاتي نص كيلو دقيق وهاتي معلقة خميرة من البيت، وتعالى أعمل لك أحلى صينية خلية نحل، تنفع للمدارس، تنفع فطار، تنفع عشاء. مش أنا قلتلك إن وصفاتي كلها اقتصادية وتنفع جدا جدا؟ يعني لأي حاجة والله، حتى للغدا لو هتعملي للولاد سندوتشات كده جبنة بالطماطم هياكلوا زي الفل. قلتلك ان قناتي للتوفير والتدبير من اي حاجه من البيت. حطي اللايك يلا للفيديو فضلا منك وليس امرا، وتعالي اقولك عملت القمر دي ازاي. والله تنفع ترند الوصفه دي، حرام والله العظيم ما تطلعش ترند، حلوه جدا جدا وهتعجبك. يلا كده حط لنا اللايك وصلي على النبي في كومنت علشان ربنا يفرج همومنا جميعا. ويلا بينا على الوصفه كده اقول لكم عملتها ازاي. هنحط كوباية من المية، عليها معلقة صغيرة من الخل، وكمان معلقتين من السكر، ومعلقة صغيرة بس خميرة اهي، وكمان معلقتين كده صغيرين من الزيت. وبس كده هنقلب كل المكونات دي تقليب كويس علشان الخميرة تبدأ تتفاعل معانا. بس ودي افضل طريقة عجن يا بنات بقيت اعجن بيها، ولا بقى الدقيق الاول واقعد الخبط ايدي في المية ولا اي حاجة، هتشوفوا دلوقتي بعينكم. الوصفة دي خدت مني 3 كوبايات ونص من الدقيق يا بنات، وملحوظة خدت نص كوباية مية تاني، بس أنا بحب أنزل بالمية قليل لأن في دقيق مش بيمتص مية كتير، تمام؟ فأنا بحب أنزل كده بكوباية الأول، وبعد كده الدقيق بنزل بالتدريج. كل ما انزل كوبايه دقيق اقلب يا بنات زي ما انتم شايفين كده. ببدا ادخل كل المكونات في بعض، وتصبري كده شويه على الوصفه علشان ان شاء الله تاخدي افضل نتيجه. زي ما انتم شايفين هنا عايزه شويه ميه تاني، زي ما قلت لكم فضلت انزل بنص كوبايه الميه التاني تدريجيا لغايه ما خدت نص كوبايه ميه. يبقى كده 3 كوبايات ونص من الدقيق خدت معايا ايه، كوبايه ونص من الميه. طبعا يا بنات كل ده بمج الشاي العادي جدا اللي بنشرب فيه الشاي في المطبخ، يعني هو مج المطبخ المعروف. تمام. بصوا يا بنات بقى ايدي هنا، بصوا خدت العجينه، بصوا ولا فيها دقيق ولا فيها ميه ولا لخبطه ايد ولا اي حاجه. خلاص كده انا كده يعتبر عملت 3/4 الوصفه، خلاص كده انا خلصت يعتبر. زي ما انتوا شايفين هاخدها بقى هنا. هنا بقى الحرفة، هنا بقى عشان تاخدي افضل نتيجة اسمعي مني بقى الكلمتين دول. لو انت ايدك بتوجعك عشان العجينة لسه يابسة معاكي، غطيها بكيس او بستريتش وهي على الرخامة كده زي ما هي، شوية صغيرين وارجعي لها هتلاقيها ملبن كده في ايدك. انا هنا عمالة الت واعجن زي ما بنقول كده بالعربي، عمالة الت واعجن الت واعجن. والله يا بنات انا لا بعرف الت ولا اعجن. ماشي تمام. زي ما انتم شايفين هنا ابتدت بصوا تطرى تحت ايدي. والمعجنات دي يا بنات عايزه اقول لكم ان هي حرفه، انا كنت خايبه خيبه السنين، عمري ما كنت بعرف اعمل حاجه. في نفس البوله حطيت نقطه زيت زي ما انتم شايفين كده بعد ما عجنتها كويس، ودهنت كده العجينه، وهبدا اجيب الاسترتش بتاعي واغطي العجينه دي عشان هغطيها واركنها على جنب. ما عندكيش استرتش مفيش مشاكل خالص، لبسي البوله دي كده كيس او غطيها بكيس، وحطي بعد كده على الكيس فوطه زي ما انا هعمل كده. وبعد كده هنركنها على جنب ونقول لها معاكي ربنا لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة، لأن الجو حر فخدوا بالكم بتختمر بسرعة. الحمد لله بعد بالظبط تلت ساعة يا بنات كانت زي ما انتم شايفين كده، يعني زي العسل كده زي قلوبكم والله يا بنات، ربنا يسعد قلبكم يا رب. بصوا يا بنات حاجة كده بابلز، بصوا ايديا بتغطس فيها والله جميلة جمال ملهاش أي مثال. بجد هتقومي تعمليها حالا دلوقتي. الوصفه دي بقول لكم كلفتني 10 جنيه. طب النهارده لو رحتي جبتي بال10 جنيه شويه كايزرات او خليه نحل زي دول من الفرن، طبعا لا هتبقى حلوه ولا لوز كده. عايزه اقول لكم العجين بصوا يا بنات لوز لوز كده مقشر. هعملها رول كده وابدا اجيب القطاعه بتاعتي واعمل ايه. اول حاجه يا بنات بختبر كده التقطيع، يعني ايه بختبر التقطيع؟ يعني بعلم كده بالقطاعه. عايزه 6 اجزاء من الرول ده، بصوا الاول بعلم ما بقطعش عشان اشوف انا كده التعليم ده مظبوط ولا لا. بعد كده بقطعهم ل6 اجزاء. بصوا يا بنات العجين بصوا اللهم بارك، حته عجينه بقول لكم لوز مقشر. بس انتي التزمي كده بالحاجات اللي انا قلتها كلها، وان شاء الله هتعمليها احسن مني. وان شاء الله تبعتولي على الواتس صور يا بنات، انا عايزه اشوف صور وتفاعل. بصوا يا بنات هسيب لكم رقم الواتس في اول تعليق. بصوا يا بنات انا عايزه بقى من كل قطعه قطعناها 3، يعني كل قطعه هتاخد ايه، 3 خليات نحل او 3 ميني كايزر. تمام. عايزه اقول لك ممكن تسميها ميني كايزر عادي، لاني انا ولا حشيتها جبنه، انا كنت عاملاها قبل كده في القناه، لكن كنت حشيها جبنه موتزاريلا وكانت حلوه قوي.
عايزه تحشيها جبنه فيتا احشيها، عايزه قريش عندك قريش احشي. هنا بقى بكور كل قطعه كده يا بنات، هكور اكور اكور. بعد كده هجيب صينيه مدهونه نقطه زيت، دهنه زيت بسيطه كده، وهبدا احط الكور دي يا بنات فيها. ليه؟ علشان في تاني تخميره، تاني تخميره دي اللي هي ايه عليها الاساس برضو. يعني خدي بالك من التكات الصغنطوطه قوي دي لان هتفرق معاكي كتير جدا. هنا جبت الصينيه وقلت بالمره ايه ابدا اكور واحط في الصينيه على طول. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، هحط في الصينيه تمام كل الكور، يعني هكور كل الكور دي وهحط في الصينيه اللي انا ايه اللي انا قطعته ده، وهحط. وزي ما انتوا شايفين كده حاولي ترصيها كده رص جنب بعض بشكل حلو علشان لما تختمر مرة تانية. هنا يا بنات غطيت بفوطة، بعد كده افتكرت ان انا عايزة اغطيها كمان بستريتش. خدوا بالكم من التكات دي، يعني ممكن تلبسي الصينية دي كيس نضيف عندك في التخميرة دي. هنا يا بنات زي ما انتوا شايفين الله اكبر عليها ما شاء الله. بصوا يا بنات يعني اتضاعف حجمها وبقت جميله جدا. هنا دي معلقتين حليب على معلقه سكر، وهبدا ادهن الوش كده يا بنات كله برفق كده عشان ما تنزليش الخمر اللي في الكور. الكور يعتبر بابلز جدا، عايزه اقول لك لو دوستي عليها كده يمكن تفرقع. بعد كده عندي شويه من السمسم، عايزه تحطي سمسم وحبه البركه حطي. انا كان عندي سمسم بس، حطيت كده شويه من السمسم زي ما انتم شايفين. وبعد كده هاخدها ادخلها على فرن 180 درجه حراره 180 في الرف الاوسط. وبعد كده بولع الشوايه بعد ما تاخد ربع ساعه كده رف اوسط، وبولع الشوايه يا بنات يا دوب الوش يحمر وتبقي واقفه على الفرن. ما تسيبيهاش دقيقه، ما اوعي تسيبيها دقيقه، وبتطلع بالشكل اللي هتشوفوه حالا ده. بصوا يا بنات ما شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله تبعتوا لي صور على الواتس اللي هسيبه لكم في اول تعليق. وكمان علشان انا عايزه انزل الصور دي عندي على القناه، واحس كده ان في حد بيعمل الوصفات دي وبتطلع احسن مني كمان. ان شاء الله هتطلع احسن عشان انتوا ناس زي العسل وتستاهلوا كل خير بجد. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يا رب يكون الوصفه عجبتكم وتكون سهله كده ان شاء الله على قلبكم علشان تعملوها. وصفه حلوه جدا جدا للمدارس، موفره جدا جدا، تقريبا حوالي 18 او 20 واحده حاجه كده، يعني من لا شيء ب10 جنيه بالظبط يا بنات. دقيق وخميره حسبتهم بالجنيه علشان ما حدش يقول لي لا دي مكلفه. روحي كده هاتي ب10 جنيه كايزر من الفرن، شوفي كده هيديك 4 وحدات تقريبا. شوفي احنا بقى عملنا قد ايه. قومي الصبح بدري كده اعمليهم لاولادك يفطروا بيهم ياخدوهم معاهم من المدارس. هتحطي فيها حرفيا حته جبنه حته لانشون، يعني حاجه كده بقولك وفر كبير جدا. فطرتي ولادك وعشيتي ولادك كمان. مستنيه منك تفاعل، كومنت حلو، كمان صلي على النبي في كومنت، وكمان سيبيلي اللايك ما تنسيش عشان الفيديو يوصل لبنات كتير. قناتي كلها عن التوفير، وعندي قناة تانية بعمل فيها الوصفات دي كلها كده مجمعة يعني تمام. علشان لو بتحبي الوصفات مجمعة مفيش أي مشاكل، هسيبلك إن شاء الله لينك القناة التانية في أول تعليق مثبت، اسمها مطبخ شيرين كمال. لكن هنا قناتي دي اسمها أفكار شيرين للتوفير. تعالي بقى ونوريني، وما تنسيش الكومنت واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.